تخيل تكون بتعوم في الميه، تلاقي صاحبك اللي جنبيك جسمه بيترعش او اتشل، تبص في الميه مفيش سمكه عضته او حاجه لدغته، تتكهرب من مخلوق عايش في الميه جسمه فيه كهرباء قادر ان هو يصطاد او يلدغ او يدافع عن نفسه بيها. تعال احكي لك عن ثعبان البحر الكهربائي. هو بيعيش في امريكا الجنوبيه وفي الامازون، وبيفضل الميه الهاديه الفقيره في الاكسجين، وده لان هو عنده انسجه رئويه بتساعده ان هو يتنفس الاكسجين اللي موجود في الجو ويعتمد عليه بنسبه 80%. كمان عنده خياشيم بيتنفس منها الاكسجين المذاب في الميه زي باقي الاسماك، لكن ما بيعتمدش عليها لان هي مش قويه قوي. الغريب ان ثعبان البحر الكهربائي هو اصلا مش تعبان، هو سمكه، بس لان جسمه طويل شويه فخد الاسم ده. وحوالي 80% من جسم السمكه او الثعبان الكهربائي اللي قلنا عليه مش عظام او عضلات، دي خلايا كهربائيه اسمها الكتروسايت. الخلايا دي بتشتغل زي البطاريه مرصوصه جنب بعض، اول ما المخ يدي اشاره تدي طاقه كهربائيه على طول علشان تولد شحنه ممكن توصل ل 600 او 860 فولت، اقوى من الكتريك او صاعق كهربائي. والعجيب ان مش كل الضربات الكهربائيه بتكون بنفس القوه، يعني لو بيصطاد هيضرب فولت كهربائي عالي جدا على الفريسه عشان يشلها ويقدر يفترسها بسهوله، ولو في عدو او مفترس بيقرب عليه بيضرب فولت متوسط كانه تحذير، ده يخلي المفترس ما يفكرش ويهرب بسرعه. كمان بيستخدم الكهرباء الموجوده في جسمه كرادار في الميه، بيطلع شحنات كهربائيه ضعيفه عشان يستشعر بيها الاجسام من حواليه، الصخور، حتى لو الميه متعكره بيقدر يشوف ده، يعني كانه بيشوف من غير عيون. خلينا ادهشك واقول لك ان ثعبان البحر الكهربائي مش صياد عشوائي، هو بيعرف امتى يستخدم طاقته وامتى يصطاد. اول حاجه بيعملها الرصد، نظره ضعيف جدا فبيطلع نبضات كهربائيه بتعمل سكان زي ما قلنا للمكان، لجسم موجود، لحيوان، لفريسه، وبيحدد من خلال النبضات دي مكان الفريسه بالظبط وحجمها. بعد ما بيحدد مكان الفريسه بتيجي الخطوه الثانيه وهي الهجوم، بيهاجم فرايس زي الاسماك او الضفادع، احيانا الطيور اللي بتقع في الميه، وقتها بيطلع صدمه كهربائيه تشيل الفريسه مكانها فورا، تخلي الطائر او السمكه او الضفدع يتشل ويتجمد في مكانه. وفي حالات بيلف جسمه حوالين الفريسه ويدي ضربه كهربائيه اقوى عشان تشيل الفريسه اسرع، ضربه قويه ومحسوبه. عنده اسنان صغيره مش للتقطيع لان هو بيبلع على طول، بيمسك الفريسه من الراس ويبلعها مره واحده على طول، ولازم تكون من الراس عشان الزعانف ما تتعكش او الفريسه تهرب منه. وخد بالك هو مش بياكل طول الوقت، لان زي ما شفت عمليه الصيد بتحتاج كهرباء وصيد ورصد وطاقه، علشان كده ما بيصطادش لما تكون الفريسه كبيره او تستحق زي ما قلنا، ما بيطلعش طاقته او كهرباء على الفاضي. ثعبان الكهربائي وهو صغير طبيعي تشوف ليه اعداء زي اسماك اكبر منه او طيور صياده او ضفادع، بس هو كبير تقريبا مش هتشوف اي مفترس بيحاول يهاجمه، لان الصدمه الكهربائيه معناها شلل او موت فوري. لكن كالعاده في خطر واحد هو اللي بيهدد كل الكائنات الموجوده على الكوكب. صح، خمنت صح، الانسان، من صيده او تدمير الموطن الاساسي او البيئه بتاعته. غالبا في موسم الجفاف ولما الميه بتقل بيكون ده الوقت المناسب للتزاوج، ده الوقت اللي ما فيهوش تيارات ميه شديده ونقدر نحافظ فيه على البيض. وقتها الذكر بيفرز لعاب من بقه بيعمل بيه بيت من الفوم، البيت ده اللي هيكون في البيض بعد كده، يخليه قريب من سطح الميه عشان يتنفس اكسجين كويس. الانثى ممكن تبيض من 1000 ل 12000 بيضه تقريبا، وده لان عدد النجاه بيكون قليل جدا. الذكر في الوقت ده بيكون بيحرس العش وبيستخدم كهرباء خفيفه عشان يحمي العش من اي مفترس بيقرب. بعد كام يوم بس البيض بيفقس وبيطلع الصغار عندهم كهرباء ضعيفه جدا ما تاذيش حد، لكن مع النمو الخلايا الكهربائيه بتزيد واحده واحده لحد ما يوصلوا لقوه البالغين. هو اصلا بيوصل لسن البلوغ من 3 ل 4 سنين، وبيعيش من 10 ل 15 سنه، ممكن اكتر شويه لو عايش في بيئه امنه. ومن ابداع خلق ربنا ليه ان الكائن ده مش بيكهرب نفسه، الكهرباء متصممه جواه ان هي تطلع لبره مش لجوه. ثعبان البحر الكهربائي ما عندوش سم ولا انياب ولا مخالب، لكن عنده طاقه ربنا هداه وعلمه ازاي يستخدمها، ازاي وفين وامتى يستخدمها للدفاع او للرصد او للصيد. وده يمكن درس حقيقي لينا ان القوه الحقيقيه مش في العنف، في انك تقدر تستخدم المتاح ليك.